المتعلم دلوقتي واللي معاه شهادات مش كسبان حاجه. شوف اللي معاهم فلوس مين هم؟ اللي بيرقصوا وبيتنططوا على المسارح، صح؟ ممكن نشوف في حياتنا ناس كتير جدا ناجحين وواصلين ومعاهم فلوس كتيره وعايشين في افخم الشقق ومعاهم احسن العربيات، بس هل احنا سالنا نفسنا الرزق ده حلال ولا لا؟ هل انت عايز توصل بنفس الطريقه دي ولا عايز تتحرى الحلال في رزقك؟ جاء سعد بن أبي وقاص للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لو الفلوس اللي في محفظتك دي حلال، رزقك ده حلال، هتكون كل دعواتك مستجابة. الله طيب لا يقبل إلا طيب. إيه ده؟ طب ما الموضوع سهل. يعني لو أنا كل رزقي حلال كل دعواتي هتستجاب. طب ما الموضوع سهل أهو. في رجل أشعث أغبر يطيل السفر ويمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. أشعث والأغبر اللي هو شعره مش مهندم كده ويعني ومش مهتم بيه. بيطيل السفر، طبعا دعاء المسافر مستجاب. وبيطيل السفر في الطاعات: الحج، العمرة، زيارة المريض، اللي هو صلة الرحم. بس إيه بقى؟ مطعمه حرام ومشربه حرام، يعني يغذي من الحرام فأنا يستجاب له. ازاي ربنا هيستجيب له؟ لازم ابقى متأكد ان الفلوس اللي داخله بيتي حلال. لو دخل الرزق اللي مش حلال تبقى زي الفيروس، زي الحاجة الخبيثة، دخلت انتشرت في بيتي واختلطت بالرزق الحلال ومبقتش عارف ده دخلت في اكل ولا في شرب ولا في لبس ولا في عفش ولا في ايه ولا في فلوس مدارس. حاجة خبيثة ودخلت البيت. لازم ابقى متأكد، وخصوصا في عصرنا ده. انا هعمل ريفيو عن منتج او حاجة، اقول ده خطير ده جميل استخدمه. انا استخدمته، انا جربته، بقول كلامي وبقول حاجاتي بما يرضي الله ولا لا؟ خلاص بقى في شك في الرزق. لازم الفلوس اللي انا خدتها قصاد الكلام اللي هقوله لازم تبقى حقيقيه. لازم الكلام اللي هقوله يبقى حقيقي عشان يبقى رزقي يبقى حلال. دي اكراميه ولا رشوه؟ شكيت ابعد. حاطه فلوسي في مكان بيديني عائد ولا ربا؟ شك ابعد. اطب مطعمك، ان الله طيب لا يقبل الا من طيب. خلي بالكم، خلي بالكم من الشيطان اللي هيقعد يزين لك ان ده حلال ويقعد يدخل لك من ثغرات عشان يوهمك ان هو حلال. زي مثلا رايح تقضي لشخص مشوار، تشتري له حاجه، الحاجه دي ب10 جنيه، وانت راجع في السكه بقى: انا هزود عليها 2 جنيه تمن مواصلاتي وتمن مجهودي وتمن كذا وتمن كذا. قلت له ان الحاجه ب10 جنيه وهزود 2 جنيه، كده حلال. يا فلان، الحاجه دي ب10 جنيه وانا زودت 2 جنيه تمن مجهودي وتمن مواصلاتي، كده رزقي حلال. غير كده شك، خلاص بقى فيها شك. عمرك ما هتسعى وتجتهد في شغلك وتجتهد انك تجيب رزق حلال وربنا مش هيوفقك. عمرك ما هتبعد باقصى قوتك عن الرزق الحرام حتى لو بيكسبك اضعاف وربنا هيخذلك. عمر ما كان البني ادم